طبعا قبل بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتنا والاعجاب بالفيديوهات اللي انا منزلها، وطبعا شغلوا تشغيل تلقائي للفيديو التاني عشان يطلعكم دغري الفيديو اللي بنزله بعده. وزر الجرس ما بيكهرب يا شباب، فشغلوه مشان كل ما ننزل فيديو بيطلعكم اشعار اني نزلت فيديو. وشكرا كثير لكم. Could be us. So back to what I was saying. Could be us. مرحبا شباب، معكم عماد البني من قناة ألعاب برامج أندرويد. اليوم جايب لكم فيديو جديد وموضوع جديد، وموضوعنا اليوم عن كلاش أوف كلانس، عن 4 طرق تخليك تساعد ليفلك أسرع، وإنه ما ينسرق منك موارد أكتر، وإنك تحافظ على جواهرك أكتر وأكتر. طبعا اليوم رح يكون أول فائدة معنا هي شغلة إنك ما تحط المخازن كلها ناح بعض. يعني مثلا حنعتبر واحد حاطط الخزانات هيك، ناخد تعديل هون، حنقلن إزالة الكل مثلا. انت طبعا لقيت بالبحث واحد عامل هيك، طبعا احنا هنسويه مثله. طبعا خزان النفط او المستخرجات كمان تاعت النفط معه. عامل هيك، وطبعا محاوطهم ان شاء الله بمليون سور. طبعا هيك يعني ان شاء الله بيكون حاطط قد ما كان دفاعيات هون 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 هون. شلون ما كان حاط دفاعيات شغلتك يعني كتير سهلة. اذا كان عامل هيك او اي طريقة من هون، فيك اقل شيء انك تفوت الجينت من هون، بياخدوا هيك وتفجر لهم السور. حتى لو كان حاطط سور تاني، يعني شغلتك بس انك تفوت من قرنة واحدة، تمسح هاد بدون فجر السور او بدون فجر السور بالجينت، ورح يفوتوا معك شوية سواحل ورح ياخدوا كل شيء كل شيء كل شيء بدون تعب بنوب يعني. طبعا نحن شو بنعمل؟ نعتمد طريقة المربعات بيسموها. نحن رح نعمل كل مربع حنحط فيه مخزن اكسير. يعني باختصار رح نعمل هيك مثلا، في عنا هيك تصميم. طبعا هيك تصميم هذا للكون 7، بإنك تحط مثلا مخزن بمخزن بمخزن. طبعا حتحط التاون بالنص وحتحاوطها هيك تصميم بيكون حلو. حتحاوطها بالملك لان وبالملك، وأكيد بمخزن النفط الملك، وراح تصورها. طبعا حتى الملك هون اللي يدافع عن النفط عشان ما ياخدوا تشكيل نادر بالكون 7 هو النفط. طبعا انت تعمل هيك، رح تصور أول منطقة وتعمل مخزن هيك أو هي تمام هيك. طب النص رح تحط عليه جبل وزر من هون، وتاور من ومورتر من هون، ورح تبعدهم شوي عن بعض عشان تصميم الهوب ما ياخدك بكل سهولة. ورح تعمل لهم طبعا فيك برج آرشر هون ومدفع هون وهيك. يعني نوعا ما رح يفوت، ما حيقدر يفوت من 4 أراني. رح نسوي كل الأراني مثل هي القرنة ورح نصورها هيك. طبعا من الإجباري إنه رح ياخد قسم واحد، يعني حيخسرك من قلب 100,000 محتوى. إذا كانوا مفللين يعني ما بيكملوا 200,000، رح ياخد هيك هذا القسم. تمام. مستحيل يقدر يفوت لهون ولهون ولهون ولهون، يعني كترت حيفوت من قسمين وما حيقدر ياخذ الموارد كلها. بهالحالة نحفظ الموارد انه تروح كلها. تمام الحكي. وهي اول فائدة فينا نقول خلصنا منها. طبعا انا تصميمي عامله نشوفها سوا. طبعا انا عامل هدول خزانين ما بياخذوا منهم كتير، حاطهم اياهم برا، بس بالمقابل حاطط لهم الفخاخ تقريبا ربعة هون، قنبلة بقنبلة بقنبلة. شو من فات اي نوع، اول شي حيطلع اول قنبلة رح يقول لحاله خلصت، رح يفوت الجيش كله، رح يدوب الجيش بين هدول وبين تيسلا. طبعا حاط له قنبلة قوية ورا، يعني بين ما يدمر هدول بيكون تيسلا يعني عدد منيح من الجيش. مشان تصميم الهوجة حاطط له هون فخاخ الزنبرك، طبعا لانه حيفوت من هون عشان ياخذ خزان النفط. وطبعا اذا فات من هون طبعا في فخاخ، وفات من هون كمان في فخاخ، كل قرنة في فخاخ. طبعا هون انا عشان ما ياخد هذا بسهولة حط له تاور، وهدول ما بيرحموا حتى لو حط حماية، يعني شغلته صعبة كتير انه يفوت. طبعا بتخلي هذا السور مفتوح اكيد لانه الجندي ما رح يروح هيك، رح يتلبك الجيش. والحصلات خليهم برا، يعني ياخد لك الحصلات احسن ما يفوت ياخد المبنى كله.
وهيك أول فائدة خلصت. الفائدة الثانية دقيقة شوي. وطبعا الفائدة الثانية يا شباب هي انك ما تخلي دفاعياتك اقوى من سورك. يعني مثلا انا تاون 8 صار عندي هاد هو الماكس، يعني السور ليفل 8 ماكس تاون 8. رح شو حنساوي؟ ما رح نخلي الدفاعيات نخلص الدفاعيات كلها بعدين ننتقل للسور، لا هيك اكبر غلط. رح حنساوي السور واكبر قدر المستطاع من السور رح نشغل 3 عمال بالسور، ثلاث عمال عفوا بالدفاعيات. رح نخلي دائما عامل فاضي للسور، بحيث كل ما صار معنا مصاري نطور السور، كل ما صار معنا مصاري نطور السور. طبعا هدول انا يعني بس خليت عامل فاضي لمدة يومين، طورتهم بكل راحتي حتى قللت من الهجوم، يعني ما هجمت كتير وقدرت اطور هدول. طبعا هدول مليون، 2 3 4 ملايين، هدي شوي، بلا 4 ملايين ضب. طبعا شغلة تانية انا هلا مشغل العامل الرابع لانه شغلته يعني 7 ساعات مو محرزة يعني، بس لقوي شوي دول المخازن الاثنين سوا لانه اثنين بيخصوا سوا. طبعا اول ما يخلص رح احط واحد من البراج الارشر ورح اخلي العامل فاضي مثل ما تركوا للسور. تاني شغلة تطوير ثالث شغلة عفوا، تطوير حصارات النفط. شباب بيهتموا كتير تاون 7 وتاون 8 بتطوير حصارات النفط. ليش؟ لأنه وقت تطور حصارات النفط رح يصير معك يعني احتياط نفط منيح كتير. يعني مثلا اعتزت انت الملك مثلا 500 400، قد ما اعتزت ممكن نطلع لك اياهم دغري هدول بشغلتها سهلة كتير يعني. هدول انا عم طورها طبعا هي لليفل 3، وهي بدي طورها ولا تطور لا خلص انا مكسر للليفل 3، وهي طبعا بتصير ماكس وبخلص منهم. التطوير تاع الاكسير ما بنصحك فيهم كتير لانه كل ما طورتهم اكثر كل ما بيزيد نسبة الهجوم عليك اكثر واكثر. طبعا وطبعا شباب وصلنا للفائدة الرابعة، والفائدة الرابعة هي كالتالي. لازم مشان تحافظ على جواهرك، تحافظ عليهم منيح، ما تسرع فيهم شي ولا تعمل فيهم اي شي ابدا ابدا ابدا، ما تعمل فيهم شي. اذا طلب من حدا من رفقاتك انك تسرع له كان الموضوع كتير حماسي، مثلا رح نشوف هلا شو فينا نسرع. مثلا تعالوا نفضي هون احتياطي لانه ما بدي اياه. يعني خلينا نفضي هون مثلا 2 جنت عشان نقدر. مثلا انت هلا لازمك مثلا 2 جنت، هدول 2 جنت بكلفوا 4 جواهر او 3. طيب اذا حدا من رفقاتك طلب جوليم، طب ما رح ينزل هون كمان بدنا 2 جنت رح ينزل. كمان ما بيسع. او خلينا نحط 2 هون كمان. تمام. هذا الجوين بده 15 جوهرة، يعني أكيد رح يطلبوا مثلا إذا طلبوا للحرب وضروري وكذا رح يطلب مثلا واحد منهم جوليم، ومحتمل غيره يطلب جوليم تاني، ومحتمل غيره يطلب تنين ما بعرف شو. لا أنت بدل ما تسرع ال 15 جوهرة وتسرع جندي واحد، لا أحسن لك تروح على الباركسار مثلا، الباركسار تمام، وتسرع الكل ب 30 جوهرة. طبعا أنا هلا مو حدا طالب مني إني بده دعم أو شيء، طبعا ما رح سرعان. أنت خلص وقت حدا يطلب منك ممكن بس لمرة أو مرتين بين مسيرتك بالجواهر ممكن تسرعون اياهم، اما اكثر من هيك فيك تقول لهم انه ما خرج. والطريقة الخامسة والاخيرة هي انك شلون بتحصل على جواهر بسرعة. شباب الشجر هدول اللي شايفينهم هون لا تقيموهم كل ما طلعت وحدة او تنتين او 3 او 4، لا تقيموهم. مثلا انا بس امبارح كنت عم بفضي، كنت بدي افضيهم بس افتح صور المقطع اول قبل ما افضيهم. طبعا شباب انا امبارح كان عندي كتير 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 كتار من هون هيك كلها هون 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 هون، يعني كانوا كتار نوعا ما، بس انا قمت يعني قسم منيح منهم وخليتها. هلا هدول كل ما بتخلي الزرع هذا او الشجر او اي شيء كل ما بتخليه اكثر يعني بالقريه كل ما بصيروا بيطلعوا بسرعه نحو بعض، كل ما بتخليهم اكثر بيطلعوا بسرعه اكثر نحو بعض. طبعا شجره الكريسماس لا تفكر انه مره واحده بتروح، لا بتطلع تنتين وواحده من الثالثه وواحده من الرابعه. طبعا امتى استثناء بتبلش تقيم او بتقيم بس اللي بيطلع لك هو الجين بوكس. الجين بوكس طول ما بالقريه ما بيطلع لك واحد تاني، فيفضل تقيم اول ما يطلع دغري عشان تعطي فرصه انه يطلع مره يعني مرة تانية. طبعا أخيرا فينا نقول عن هذا فخ التجميل اللي طلعوه جديد باللعبة. أنا طبعا ما لقيت له قرنة جوات القرية صراحة، وما رح أنزع التصميم مشانه لأنه هون ما بيساع، يعني قرنته منيحة ماشي حالها. طبعا يا شباب هذا حطوه بحشد الدفاعيات، يعني بقرنة مليانة دفاعيات وين ما بينزل بيثبت، يعني متى ما أكل هذا الفخ رح يثبت الجيش كله خلص، رح تبلش الدفاعيات تضرب 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 تضرب. طبعا مدة الثبات تبعه 5 ثواني، أيوة 5 ثواني، يعني دول 5 ثواني تخيلوا شو ممكن يصير.
وشكرا كثير لكم للمتابعة. بتمنى منكم التعليق والاشتراك، وانكم تنادوا رفقاتكم يشوفوا الفيديو ويعملوا اشتراك للقناة. وشكرا كثير لكم. كان معكم عماد البني من قناة ألعاب وبرامج أندرويد. مرحبا شباب، معكم عماد البني من قناة ألعاب وبرامج أندرويد. اليوم جايب لكم فيديو